الحل في موضوع العنصرية والكبر والاستعلاء ده انك ما تنسبش حاجة لنفسك، انسبها لله. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلي الذكر ده على لسانك دايما. الحاجة التانية ان الدين مسح حتة الانا دي، فكرة مين الاحسن ومين احسن من مين مش موجودة في الاسلام، لان الافضلية دي من اختصاص الله بس في علم الغيب. الافضلية دي مخفية. ربنا بيقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. يعني حتى اللي بتسخر منه وبتتريق عليه ممكن يكون هو احسن منك، فاحنا ما نعرفش مين الاحسن. وبرضه بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والتقوى دي حاجة ما بينه وبين ربنا محدش يعرفها، وربنا بس هو اللي يحكم فيها. وفي حديث بيقول رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. اشعث يعني شعره منكوش، واغبر يعني مطرب. لو اقسم على الله، لو دعا ربنا او طلب منه حاجة يستجيب له ويبره، يعني ممكن يكون ولي من اولياء الله الصالحين واحنا ما نعرفش. وفي حديث ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، حامل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني، يعني بعد ما تولد. ففعل، فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم امر بها فرجمت، اتنفذ فيها حد الرجم، ثم صلى عليها. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال له تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني في كل الأحوال احنا ما نعرفش مين الأحسن، ما نقدرش نحكم على مصير حد، فما تشغلش بالك مين أحسن منك وانت أحسن من مين، لأن في الآخر مش هتعرف، الله وحده أعلم. وما تحاولش تثبت لحد حاجة ولا تقنع حد ان انت الأحسن، لأن السلف الصالح بيقولك ان قلب المؤمن بين الخوف والرجاء. الخوف من غضب الله اللي بيخليه يتقي الله ويبعد عن الحرام، والرجاء في رحمة الله، لأن مفيش حد هيدخل الجنة بعمله، كل اللي هيدخل برحمة ربنا بس. فمفيش مكان في قلبه ولا في تفكيره للكبر ولا العنصرية ولا الاستعلاء على الناس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.